سلام البنات، صحة فطوركم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم البنات جبت لكم وصفة اللي هي تليتلي كما راكم تشوفوا، مع اني عندي زوج وصفات في القناة. جيت نشارككم اليوم واش طيبت في ليلة النص من رمضان. يا رب تقبل صيامنا وصلاتنا وتقبل منا الدعاء تاعنا ان شاء الله يا ربي لجميع المسلمين. نبداو الوصفة البنات على بركة الله بلا ما نطول عليكم. في قدرة كيما هكا راح ندير كمية تاع زبدة. اليوم نطيب بالزبدة، ما نطيبش بالزبدة مارغرين ولا زبدة. هكذا برك كمية. نزيد شوية تاع الزيت، حوالي مغرف برك هكا. نذوبهم شوية. نحط قطع تاع الدجاج تاعي هكا يتقلب. هنايا البنات كما قلت لكم في مقله ندير شويه تاع الزيت هايليك، عفوا شويه تاع الزبده، حوالي مغرف برك تاع الزبده. راح ندير تليتلي تاعي يتحمر. وانا الدجاج تاعي البنات شوفوا هاوليك تحمر لي. فوالا درك نضيف عليه البنات حبه بصل كما راكم تشوفوا هكذا. فوالا نزيد عليه حبه تاع الثوم هايليك، نقطعها برك هكا عشوائي. هكا تطلق برك البنه، خليه يتحمسوا مليح. شوفوا البنات هاوليك خليته تقلاني مليح كما راكم تشوفوا. طلق كامل الزيت تاعو. الان نجيب حميصه هكذا كميه قليله برك على حسب تليتلي اكيد اللي رايحين نديروه. نخليها تزيد تتحمس. ولا هنا البنات شوفوا التليتلي تاعي لا لاحظتوا بدا يتحمر لي. كما قلت لكم تنقصوا له النار، لازم تكون النار قليله باش ما يتمحرق لكمش، باسكو ما يتحمرش مليح. تكون لحظها ما يتحمرش وتنخطف. فوالا هكذا شاك فوا لازم من نحوش يدنا عليه هكذا، نوسو المرقه تاعنا ونديرو يدنا هنايا ثاني هكا باش ما يتنحرقش هكذا حتى يولي اللون تاعو كامل ذهبي. ولا هنا البنات رايحه ندير نصف مغرف تاع طماطم مصبره ما راكم تشوفوا. رايح تطلق بنه نديرها في الاول هكذا تتحمس معاهم باش تطلق هذيك البنه تاعها هكا. ولا هنا البنات شوفوا رابيت زوج حبات تاع طماطم مصبره، عفوا طماطم تاع الحب. فوالا خليها تقلى معاهم. راح تطلق بنا هايله. نزيد نولي التليتلي تاعي كما قلت لكم ما نغفلوش عليه هكا، او بدا يتبدل اللون تاعو كما تشوفوا. شوفوا هاوليك البنات شوفوا تحمس لي مليح. لهنا حنزيد نجيب كميه تاع الملح، حندير توابل هكذا، ندير شويه تاع الملح. هنايا ندير كميه تاع فلفل اسود مغرف صغيره. هناك تابل تاع الدجاج او الكاري
قليل من راس الحانوت، نزيد شويه فلفل احمر حلو، نزيد شويه تاع القرفه مطحونه. هنايا كانت خلاصت لي قرفه تاع العود، قال لي خصنا دقيق بركه ماشي حاجه. رايح نديرو له، راح نزيد نضيف شويه في التليت اللي هنايا هكذا، ندير شويه القرفه هكا نخلط كامل. هنايا البنات رايحه نمرقو، شوفوا نمرق حتى يتغطى لي اللحم تاعي. وماذا بكم ما ترموش الماء فوق اللحم، شدوا اتجاه واحد وين ما يكونش الدجاج فوالا. هذه الكميه رايحه تكفيني هكذا، قسم يطيب لي اللحم الدجاج تاعي. وهنايا البنات هاني طفيت على التليتلي تاعي، نجيب ثاني كميه كاس هكذايا، كاس ولا زوج على حسب التليتلي، وراح نرميه. شوفوا البنات هكذا نرميه فوق التليتلي حتى اللي يتغطى لي. شوفوا هاوليك تغطى لي، خليه دركا نغطي عليه ونخليه يتشرب لي كامل هذاك الماء اللي درتوله، ورايح يتنفخ فيه. شوفوا من بعد كي يشرب لي الماء هذا نجيب نفرغه في كاسكاسه، نقطرو مليح ونديرو يفور هنايا فوق لاصوص اللي حضرناه. انا نكمل الطريقه البنات ومن بعد نرجع لكم. هيا البنات شوفوا بدات تغلى لي المرقه تاعي. دوك درت هنايا زوج حبات تاع الجزر هاوليك، ورايحه نرميهم هكذايا يطيبوا مع المرق، نقفل عليهم ونخليهم. ولهنا البنات شوفوا رايحه ندير التليتلي تاعي يتفور. هنايا رايحه نرمي قرن فلفل حار هكذا، وهنايا كما قلت لكم قطرته بعد ما تنفخ لي في هذاك الكاس تاع الماء اللي درتولو. هاوليك شوفوا هاوليك نشف لي كامل من هذاك الماء. دوك رايحه نفورو التفويره الاولى. لهنايا البنات شوفوا فار لي كما راكم تشوفوا هاوليك فار لي الفوره الاولى كملت. رايحه نحطو هنايا فوق الصحن هكذا، من بعد نجيب غراف، من بعد نبدا نسقي فيه من الفوق هكذا باش يولي شغل فيه لاصوص هذيك ريحه تاع لاصوص هكذا. نخليه يزيد يقطر شويه، ومن بعد هكذا هذا القدر يكفي. هكذا باش يطيب لي كي نديرو في لاصوص المره الاخيره ما يبطاليش باش يطيب هكذايا، يطيب ليه هكذا نخليه يبطر مليح، ومن بعد نزيد نرجعو هنايا في القدره يكمل لي يطيب. لهنا البنات هاي ليك الخضره تاعي اللي كانت في المرق تاعي، الجزر والدجاج تاعي والحميصه. هاي ليك نحيتها، هاي ليك المرق اللي قعدت لي كيما راكم تشوفوا خاطره. هاي ليك درك واش راح ندير، نحكم تليتلي تاعي اللي كنت فورته زوج خطرات، نحكم هكا بالغراف ونفرغ لداخل لاصوص تاعي، نخليه على نار قليله شويه، نخليه يكمل يتجمر هكا نديرو غير بالعقل ونحركو ونشوفو لا خصنا نزيدو. فوالا
هكا. نكمل كامل البنات انايا نطيبو ونجمرو، ومن بعد نتلاقاو في صحن التقديم. وفي الاخير البنات هذا هو الطبق تاع اليوم ليلة النص اللي شاركته معكم. ان شاء الله يكون عجبكم الطريقة، وان شاء الله تجربوها بهذه الطريقة راح يجيكم